حبايبي متابعين أسيرة الشيطان، ده اقتباس صوتي من الحلقة اللي جاية. لو عجبتكم الفكرة علقولي وقوليلي استمري، وانا كل حلقة قبليها هنزل لكم اقتباس صوتي من حدث مهم هيحصل في الحلقة. يلا بينا نبدأ، بس ما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقفت زي اللي أصابها إعصار جمد كل أطرافها وهي بتبص لعاصم بصدمة شلت لسانها، وبتنقل نظرها ما بين عاصم اللي بيبصلها ببرود والبنت اللي بتحاول تغطي نفسها وتخفي جسمها عنها. اشتعلت الدماء في أوردتها من الغيظ والحقد، مش غيرة لأ، لكن لأن البنت دي من وجهة نظرها أخدت آخر بنك ممكن تسحب منه فلوس زي ما هي عايزة. قربت من حلم وهي بتشتمها بأبشع الألفاظ ومسكتها من شعرها وكانت بتشدها بعنف وتصرخ فيها وتقول: يا سافلة يا خطفت الرجالة، بتلفي على جوزي عشان تحس بإيده بتمسكها بقوة وبتشدها لورا. وقفت قدامه وهي بتبصله بصدمة وعاصم بيبصلها ببرود كأنها ما تهمهوش إطلاقا. وسعت عينيها لدرجة إنها كانت هتخرج من مكانها لما سمعته بيقول بحدة: اوعي تكوني فاكرة إني هسيبك تقربي منها ولا تمسي شعرة منها، حلم مراتي زيها زيك. مراتك؟ صرخت بيها بغيظ، ملامحها كانت بتصرخ بغضب عشان تكمل بغضب وتقول: انت اتجوزت عليا يا عاصم؟ انت اكيد اتجننت، ازاي تعمل كده؟ ازاي تسمح لنفسك تعمل كده؟ مسكها من ايديها جامد وهو بيهز جسمها بعنف، قال بغضب وهو شايف انه حان الوقت انه يقول كل اللي جواه ليها: انت السبب، انت السبب، انا اتجوزتك عشان كنت فاكر نفسي بحبك، انا حتى لو يوم حبيتك، انت قتلتي الحب ده، عمرك ما حسيتي بيا، دايما بتطعني فيا وفي كرامتي، وانت بتشبهيني بجاسر وتقارني بيني وبينه، مهما عملت ما بيعجبكيش، بشتغل ليل ونهار عشان ما احرمكيش من حاجة، لكن انت طماعة ما بيملاش عينك حاجة، شايفة نفسك احق بجاسر وفلوسه من رؤى، صح؟ حقدك وغلك وانانيتك هي اللي وصلتنا لهنا، اهمالك ليا وكلامك اللي زي السم ليل ونهار هو اللي كرهني فيكي. انا لو بندم كل يوم 100 مرة على حاجة فانا بندم على اليوم اللي اتجوزتك فيه، على قلبي اللي سلمتهولك عشان تكسريه بجشعك وانانيتك. انت طالق يا تهاني. كل كلمة كان بيقولها كانت بتنزل عليها زي الصاعقة، هي اللي عملت في نفسها كده، هي اللي خليته يتخلى عن حبه ليها للبنت دي. لكنه لما نطق كلمة الطلاق اشتعلت عينيها بالحقد، حقد أشعل نيران الانتقام والغل في أوردتها. شدت ايديها منه بعنف وابتسمت ابتسامة سودة حاقدة مجنونة وقالت بهستيريا: طلقتني؟ انا طالق؟ خلاص كل حاجة راحت بعد كل اللي عملته، كل حاجة ضاعت من بين ايديا بالسهولة دي؟ لا مش هخسر كل حاجة، جاسر وفلوسه والمنصب والمكان اللي كنت هبقى فيه. انا عملت كل حاجة عشان ابعد رؤى عن طريقي وفي الاخر رجعت له فلوس صبري، 5 مليون، الشيك من غير رصيد، تهاني هانم راحت. وقفت تضحك بهستيريا وعاصم بيبصلها بذهول عشان تبدأ نوبة الهستيريا تزيد عنها وهي بتضحك بجنون، لكنها ما قالتلوش انها حامل وانها كانت رايحة لجاسر عشان تنفذ خطة شيطانية. اشتعلت عين عاصم من الغضب لما عرف اللي عملته في اخته وضربها بعنف ووقعت على الارض. ومجيدة بتقول بفزع: منك لله يا شيخة، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، بنتي انا كان قلبي مقبوض بس كنت بحاول اكدب نفسي، رؤى يا عاصم. ضحكت تهاني بهستيريا وهي بتقول بحقد: رؤى بنتك المصون حبيبة قلبي جاسر مهران، قلب الدنيا لحد ما رجعها لحضنه، وتهاني هي اللي خسرت، جاسر ضاع والفلوس ضاعت وصبري مات وسامر اتحبس. وبصت لعاصم وقعدت تضحك بجنون وكملت وقالت: حتى عاصم المنقذ الوحيد اللي كان فاضل لي راح. وسعت ابتسامتها المختلة وهي بتبرق بعينيها ببريق توعد وابتسمت بشماتة وقالت: بس لأ، مش هبقى الخسرانة، مش أنا لوحدي اللي هخسر، زي ما حرقت قلبي يا عاصم وطلقتني انا هحرق قلبك على اكتر حاجة كنت بتتمناها. وكورت ايديها وبدأت تضرب في بطنها بعنف وهي بتضحك بجنون. انا حامل يا عاصم، صرخت بيها بألم وهو قعد جنبها بيضربها عشان يوقفها عن اللي هي بتعمله، لكن سبق السيف العزل وبدأ السائل الأحمر ينزل منها عشان تفقد الوعي ما بين ايديه.